25 يناير اللي سماها الاستاذ تامر الثوره. 25 يناير مع الاستاذ خيري قدموا حلقه. خيري بيقول مش عايزين ندنس يوم عيد الشرطه باللي بيحصل. الاستاذ بس ارجوك ما تجيش قوي على خيري عشان خيري مش موجود معانا. لا مش موجود فانا مش هتكلم. هو تمام. الاستاذ تامر بدات اشتباكات الشرطه وتحطيم المتاجر والاشتباك. فجاه الاخوان بداوا يظهروا بكثافه في مختلف المحافظات، في ناس توفت هنا وهناك. عندما دخلت اجندات خاصه المساله فيها لعب. في ضابط اسمه عمر عفيفي بيحركنا من واشنطن على اليوتيوب. الناس عايزه تاخد البلد لحاله فوضى. دول هم الثوار اللي مش عاجبينك. يوم 26 لا قول بس من غير تحكمات اعلاميه. يوم 26 طب اقف عند 25 اجنده الفوضى. انا هقولهم لا عشان ما انساش. اتفضل. 25 اللي انت قلتها. اتفضل. انا مقر بكل كلمه انت قلتها، بس ماليش دعوه بالاستاذ خيري. الاستاذ خيري له رب يحميه كويس وله لسان يدافع به عن نفسه. نعمل له حلقه اخرى معاه ان شاء الله. انا نفسي اعمل لك انت بس المره الجايه. لكن اللي انت قلته ده انا قلته تحديدا. قلت ان يوم 25 في بدايتها ما كانتش بقول ثوره. يوم 25 قلت المظاهرات لانها كانت مظاهرات. عظيم. يوم 25 وكنتوا بتمدحوها الحقيقه جدا. طب بارك الله فيك. يعني لا تمام. وقلت ان المظاهرات ابتدت نقيه من شباب شرفاء وكانوا ليهم مطالب كلنا متضامنين معاهم في العداله الاجتماعيه والاصلاح والحريه. كويس. ثم قرر الاخوان اللي كانوا قايلين ان هم لن يشتركوا في مظاهرات 25 ولعلك تعلم هذا الخبر، قالوا احنا مش هنشترك. ثم قرر الاخوان عندما لقوا نجاح للشباب ان هم ابتدى من الساعه 4 ونص بعد الظهر ان هم ينزلوا. وانتوا جبتوا صلاه العصر بقى وقلتوا هيبدا الشغل اهو. الناس بتصلي كانه الصلاه مرتبطه كاننا تلفزيون فوكس او امريكي. خليني بقى انا قلت لك تتكلم. انا قلت لك ان الشباب نقي ومحترمين ولهم مطالب عادله ومشروعه. بداوا الاخوان مظبوط. ثم نزل الاخوان باجنداتهم. وانا متفق ان الاخوان المسلمين لهم اجنده، ويعني اي ساذج يتخيل الاخوان المسلمين بيشتغلوا بلا اجنده وبلا مصالح. الاخوان المسلمين نتفق او نختلف ده على جنب. الاخوان نزلوا الساعه 4 ونص وبدايه الاشتباكات مع الشرطه اللي كانت موجوده في الشارع ويا رب يعيدها لنا بسلام كانت ما بين الاخوان والشرطه مش ما بين الثوار. وقلت ان هذه الممارسات اللي بتحصل من الاشتباكات هتؤدي بنا الى فوضى. واعتقد ان احنا دلوقتي في حاله فوضى. ثم مساله الاخ عمر عفيفي في حاله ثوره ولسنا في حاله فوضى تامر. لا وهذا هو اللي بداتوا تخوفوا الناس منه. في فوضى امنيه حاضر. اجنده ونغمه الاستاذ انس الفقي ومنظومتكم الاعلاميه حتى اللي ضغطتوا بيها وخوفتوا قنوات خاصه دي لم نرضى عليها. لا نريد تخريب البلد. الفوضى الثوره تخريب ايه؟ انا كنت جنبكم في المكتب هنا في مكتب عربيه. انا شفت بعناية الشباب دول الثوره شايلين الكراسي والحاجات المسروقه وراجعين يقولوا احنا مش حراميه وجايين يسلموها للجيش. الولاد دول ما كسروش البلد. الاخوان ما عندهمش اجنده وعايزين يولعوها. ثانيه واحده معلش. مع كامل اختلافنا مع كامل اتفاقنا على ممارسات وزاره الداخليه السابقه، لكن انا واحد من الاعلاميين قبل ما اكون مواطن واسأني جدا حرق اقسام الشرطه وحرق البوكسات والعربيات. وما اسأكش قتل الشرطه. اسأني جدا للشباب دول. بس هل ده يكون ده؟ ما انا بتكلم يعني ايهما انك تكسر مبنى ولا تذبح اطفال وشهداء؟ الاثنين يحاكموا. الاثنين يحاكموا. بس انت ما كلمتناش عن الشرطه، ما كلمناش عن جرائمهم لغايه ما سقط النظام. ألم تتابع في برنامج مصر النهارده والبيت بيتك ده ان الشرطه كانت يعني اكتر ناس مستاء منهم احنا علشان دايما بنتكلم عن التجاوزات بتاعتهم والتعذيب واذعنا الكليبات بتاعت التعذيب. انا ما بحبش كلمه تجاوزات. الجرائم الخطايا. طيب. الخطايا. ارجع لك ل 26 العربي. انت عارف الوالد. طيب. العربي والمصطلحات العربيه ما تخشش معايا فيها. طيب. الخطايا والجرائم والذنوب. تحب يوم 26 انا ما بحبش يوم 26 حقيقه لان الوقت داهمنا. الكلمه الشهيره لكل انا شاكر ليك على سعه صدرك. انا شاكر ليك وعلى تلفزيون بلدي اللي بيتحملني وان انا اقول اللي انا عايز اقوله. وانا سعدت بيك، واذا كنت لست في موقف دفاع ولا اتهام بس برضه هذه فرصه، لان انا مش هتكلم عن نفسي بعد هذا الفاصل، واتمنى ان انا ما الجاش للكلام عن نفسي الفتره القادمه. ببساطه شديده اذا كنت ومن كان منكم بلا خطا فليرميها بحجر. يا جماعه ما فيش حاجه، ما فيش طوبه ثقيله، ما فيش طوبه ثقيله. ففي النهايه اي خطا واقسم انه كان غير مقصود فانا بعتذر عنه، والاعتذار لا يعتبر اهانه بالنسبه لي، وانا ساظل ملتزم بشيء واحد اسمه المهنيه ثم المهنيه ثم المهنيه. وبشكرك شكرا جزيلا، وارجو الا تكون قد اغضبت المشاهدين منك. لا ان شاء الله. ارجو بس ان الاستاذ امين بسيوني استاذي ووالدك ما يغضبش مني فقط. لا بالعكس، المهنيه هي المعيار والصداقه والاحترام دائمين ان شاء الله. شرفتنا يا استاذ. شكرا يا استاذ. بعد الفاصل نفسيه المصريين عامله ايه دلوقتي؟